اليوم فطور أهالي المدينة المنورة وين؟ اليوم الفطور الجماعي في حي المغاربة. يا هلا وسهلا فيكم من حي المغاربة. جمعة الشباب، جمعة الأحباب، جمعة الأهل، الله يديم عليهم الألفة والمحبة. أجواء مبهجة. شوفوا كثرة العدد ما شاء الله وسعة المكان. والله الشرف حاضر. والله يا مرحبا. هلا تاج راسي، الله يسعدك. كل سنه الله يشدكم بالعافيه. يكتب اجركم يا رب. اللهم امين. هذا الفول وهنا البف، والبف طازه بطازه. يعطيكم العافيه يا رب. حياك الله. استاذ سمير كيف حالك؟ والله بخير، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طيب الله يستر. الكبده حاضره كمان. اجلس خلوا الناس تستمع. اليوم ما شاء الله معلمين للبف. هذا معلم وهنا معلم. الله يسعدكم. من اساسيات الفطور الجماعي في المدينه فول الشنب. والله يشرفنا. والله اصبح ركن اساس. بالعكس والله بيساعدنا. اي والله ومميز ما شاء الله تبارك. والقهوه والشاي حاضره كمان. الله يعطيك العافيه. اكتب اجرك يا رب. وهذه ثلاجات القهوه وهنا براريد الشاي. بعد صلاه المغرب مباشره يكون جاهز. الطاولات فيها ملذ وطاب. والله هذا بيذكرنا بالزمن الجميل اللي حق اول، والترابط اللي كان بين بين الاسر والاهالي ما بين بعض. كان المقتدر يعني يفتكر الانسان الميسور اللي ما هو ميسور الحال. فهذه بتفكرنا بكل حاجه جميله في حاره المغاربه، وهذه حاره جميله وتظل جميله باهلها جيل على جيل. الحاره سميت المغاربه لانه كان في 4 مغاربه جو اشتروا اراضي هنا وسكنوا فيها، تمام، وتزوجوا هذا وتزوجوا ابنائهم كل شيء، فسميت بالمغاربه. سكنوا فيها مغاربه سواء جزائريه او توانسه او ليبيين او مغاربه. ايوه. من المغاربه. ما في كلمات نعلق، ما في كلمات نقول. أجواء جميلة، أجواء أنس، أجواء سعادة، أجواء بهجة. الكبير والصغير. كيف صحتك؟ أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أخبار الدكتور؟ طيب. الله يستر عليك يا رب. جوز يا هلا وسهلا. الله يكتب أجركم يا رب.